من اكبر الاخطاء ان العميل لما يكلمك ويقول لك انا عايز فيلا في حدود 4 او 5 مليون جنيه، فانت تقوم حاضر يا فندم ومجهز له وباعت له 10 او 15 شقه او فيلا او ايا كان العقار اللي هو بيطلبه منك ايه في حدود ال4 او ال5 مليون جنيه. انت كده هتخسر البيعه واحتمال كمان تخسر العميل. النهارده في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا ناخد الطلب كويس جدا من العميل، وايه هي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في حالة ان احنا نعرض العقار على العميل. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم احمد ابراهيم، مستشار عقاري من قناة انا وسيط لتعليم التسويق العقاري برعاية دبلومة انا وسيط لتعليم واحتراف التسويق العقاري. طيب احنا بنتكلم هنا في سلسلة اسمها اخطاء المسوقين العقاريين. ايه هي الاخطاء دي؟ الاخطاء كتير، لكن في اخطاء مهمة احنا خلينا نحسنها مع بعض، او خطوات بنعملها خلينا نعملها بشكل افضل. زي ايه؟ زي ان انت دلوقتي كلمت عميل او العميل هو اللي كلمك، فانت من اهم الاسئله اللي انت بتسالها له عن الميزانيه. عرفت منه الميزانيه كام، والكلام ده كان في اول المكالمه، فتبدا ان انت مباشره اول لما عرفت الميزانيه تبدا ان انت تبعت له عروض كتير على اساس ان هو يبقى عنده اكتر من اختيار يختار منهم. ده طبعا كلام مش مظبوط. طيب ايه هي الخطوات الصحيحه لان انا اعمل حاجه زي كده؟ اولا انا عايز اقول لك ان الميزانيه سؤال وجزء مهم جدا من المكالمه، لكنه مش اهم جزء خالص. يعني لو هو عميلك فهو الميزانيه بتاعته المفروض انها هتتناسب مع العقارات اللي انت عارضها كويس، بس هي كام بقى؟ مش هي دي القضيه. اهم حاجه اللي دايما بقولها وبكررها وهكررها تاني في الفيديوهات هو الغرض من الشراء. اي حد في الدنيا مش بيشتري عشان السعر، عشان بس نبقى متفقين. مفيش حد في الدنيا بيشتري علشان السعر فقط. يعني مفيش حد هيروح يشتري حاجة عشان سعرها قليل قوي بس، لا. حتى لو كان هو يشتريها عشان سعرها قليل قوي هيبيعها، فبالتالي هو مش مشتريها علشان سعرها قليل قوي، لا. هو يشتريها علشان سعرها قليل قوي فيقدر ان هو يبيعها بمكسب، ده لو هو مش محتاجها خالص. طيب اي عميل او اي حد في الدنيا بيكون عايز يشتري عقار، هو بيكون عايز يشتري لاهداف محددة. انت مهمتك واهم حاجة تطلع بيها من التواصل بتاعك مع العميل، اذا كان في المكالمة غالبا طبعا هيكون ده اول تواصل، او اذا كان في قعدة فيس تو فيس، هو ايه الغرض من الشراء. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حد دلوقتي قال لك انا عايز شقة تكون في حدود كذا غرفة، 3 غرف وحمام او حمامين في المكان الفلاني، وتكون نظام الدفع بتاعها بالتقسيط، مثلا هقدر ادفع مقدم كذا واقساط كذا، واستلمها في حدود 2 او في حدود 3 سنين. كل ده كلام جميل. وقال لك انا عايزها تبص على فيو كذا، وعايزها تكون اتجاهها كذا، وعايز ان العمارة او المشروع او الكومباوند يكون في على الاقل مثلا مدرسة او قريب من كل ده برضو جميل جدا، لكن دي مواصفات العقار. وكمان بعض المميزات التانية اللي هي هتفيده في حاجات هو عارفها، لكن اهم حاجة بالنسبة لك انت هو يشتري العقار ده ليه. فانت لازم تهتم بان انت تسأل العميل طيب يا فندم، هو حضرتك هتشتري العقار ده للسكن، حضرتك شخصيا اللي هتسكن فيه، ولا الاستثمار انك تأجره بعد كده، ولا حضرتك عايزه لاولادك؟ ويا ريت يكون السؤال مفتوح، يعني يا ريت هو ايه يا فندم الفكره، او ايه الغرض، او ايه اهم حاجه حضرتك بتدور عليها في شراء الشقه دي، عشان اقدر اوفر لك، لان عندي اختيارات كتير، عندي اكتر من اختيار، عندي اكتر من مشروع، عندي اكتر من وحده ممكن تلبي نفس الطلبات دي. فدي حاجه مهمه جدا. لما العميل يلاقي ان انت بتساله عن ايه هو الغرض، هو مش هيقول عليك حشري، لا. وحتى اذا هو ما فهمش السؤال دوت وقال لك طب انت بتسال ليه مثلا،
قول لي يا فندم عشان اقدر اجيب لحضرتك انسب حاجه، لان انا ممكن اعرض لك حاجات وتلاقي منهم حاجات كويسه جدا، بس كان هيبقى في حاجه انسب منها ليك. فبالتالي اعرف الغرض ايه. قال لك انا عايز اسكن، حلو، طيب كلام جميل، عايزه للسكن، ماشي حلو. طب انت حضرتك اللي هتسكن فيه شخصيا، ولا مستقبلا مثلا للاولاد او لحاجه تانية؟ فيقول لك ايه، لا انا ان شاء الله هسكن فيه. طيب حاجه جميله جدا. طب ايه الفكره ان انا بساله هو للسكن ليه ولا لاولاده؟ لان ممكن في بعض الاوقات العقار زيه زي اي خدمه في الدنيا، ممكن الوقت يبقى عامل مهم فيه في الفلوس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اخد عقار كمان سنه هيبقى الدفع والمبلغ بتاعه كويس والدفعات بتاعته اعلى من لو انا هستلمه كمان 3 4 سنين. فلو لاولادي يبقى هستلمه كمان 3 4 سنين. طيب يبقى انا دلوقتي عايزه للسكن، جميل. طب انت حضرتك حابب ايه اللي يكون موجود؟ ولازم يبقى معاك نوتة وتسجل. فاعرف انه اول حاجه للسكن. طيب انت حضرتك عايز تسكن علشان تبقى قريب من الشغل، ولا عايز حضرتك بتدور على مساحه اكبر، ولا ايه اهم الحاجات اللي تهمك في المكان اللي انت هتسكن فيه؟ بحيث تشوف لو هو يهمه انه يكون في مكان حيوي اكتر، فرشح له المشروع او الكومباوند او الوحده اللي هتكون عندها حركه ومرور وفيها خدمات شغاله اكتر من مكان تاني لسه جديد او شارع هادي. كويس. طب افرض بقى قال لك استثمار. طيب هو العقار ده ايه؟ سكني ولا اداري ولا تجاري؟ خلينا نفترض ان هو سكني. طيب اعرف نوع الاستثمار اللي هو يفضله. بمعنى انت حضرتك طيب عايز المكان ده كاستثمار بايجار شهري، يعني income generating property، ولا انت حضرتك عايزه اللي هو تشتريه وتدفع اقساط وبعد فتره لما يجي ميعاد الاستلام تستمر فيه فتره، يكون حصل نسبه اشغال في الكومباوند كويسه تقدر انك تبيعه بمبلغ. ما هو في ناس بتحب زي نظام الجمعيه، يدفع مبلغ كل شهر، مبلغ كل شهر، مبلغ كل شهر، مره واحده ياخد المبلغ كله ويجيب بيه حاجه كويسه. فهو ممكن يكون على فكره بيحب كده، او ممكن يكون حابب كده. وممكن واحد تاني يقول لك لا انا عايز عقار عشان يجيب لي دخل كل شهر يساعد معايا في الدخل بتاعي، او الدخل دوت احطه في حاجه، او ادفع بيه مصاريف ابني، او اصرف منه، او ايا كان. خصوصا لو مثلا سيده ومعاها اولادها، ممكن جوزها عايش بره او متوفي، فيهمها جدا حته الدخل. فهنا هتلاقي فيه هو يعني ده استثمار سكني. يعني بص، في استثمار اداري، في استثمار تجاري، في استثمار سكني. ده استثمار سكني وده استثمار سكني، لكن طريقة قبض العائد هنا هتختلف عن هنا. فانت برضو لازم تاخد كل التفاصيل الممكنة عن العقار، وعشان بس تبقى عارف. اللي ممكن يقول ايه، بس انا لما هسأل كتير هيتخنق مني العميل وانا ليه اسأل؟ طيب انت لما تسأل كتير حط نفسك في مكان العميل. لو انت رحت للدكتور، ولما رحت للدكتور الدكتور ده راح قال لك ايه، اطلع الشازلونج، كشف بالسماعه، خلصت، راح قال لك خد الدواء ده اهو. لا سألك، لا قال لك انت المشكله دي بقالها قد ايه، لا قال لك انت اخر حاجه مثلا حصلت لك ايه، ما سألكش طب هنا دي بتوجعك، طب هنا دي بتوجعك، طب انت ايه الموضوع، طب احكي لي، وما سمعكش وراح كاتب لك الدواء وخلاص. حتى لو هو الدواء ده هيخففك، انت من جواك هتبقى مش مقتنع بان الدواء ده هيساعدك على الشفاء، وكمان هتبقى شايف ان الدكتور ده ما بيفهمش حاجه، واحتمال تشتمه في سرك. لما حد بيجي لك او لما انت بتروح للدكتور ويسالك اسئله كتير، انت بتثق في ان الحاجه اللي هو مرشحها لك دي كدواء او كنظام غذائي او كنظام حياه هو فعلا مناسب ليك، صح؟ كذلك برضو
في البيع بشكل عام وخصوصا بيع العقارات. انت دلوقتي لما تكون سائل العميل انت حضرتك محتاجه لايه بالظبط، ومحتاجه في خلال قد ايه، وايه اهم الحاجات اللي يهمك ان هي تكون موجوده فيه، وتشوف فعلا الحاجات اللي هي متوفره دي او على الاقل اغلبها. وكل حاجه على فكره بيبقى ليها وزن نسبه عند العميل. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون هو فارق معاه الفيو اكتر من المساحه، يفرق معاه الفيو اكتر من المساحه، او فارق معاه الفيو اكتر من الميزانيه. يعني ممكن يدفع اكتر بكتير في حاجه الفيو بتاعها احلى عن ان هو يوفر في الميزانيه لحاجه تكون الفيو بتاعها عادي او داخلي. فلازم تعرف كل المواصفات الخاصه بالعقار اللي العميل عايز انه يشتريه معاك، وكذلك طبعا الامور الاساسيه اللي هي المساحه، الغرف، المكان، نظام الدفع، الميزانيه. الحاجات دي برضو لازم ان انت تعرفها، لكن الحاجات دي يعني معظم الناس بتبقى عارفاها كويس. احنا بنتكلم ايه الحاجات اللي انت صعب انك تعرفها غير لو لازم تسال العميل ذات نفسه. اصل العميل مش هيجي يقول لك ايه انا عايز المكان ده عشان بصراحه المكان اللي انا قاعد فيه مش مرتاح، هو مش هيسترسل كده. قليل جدا من العملاء اللي بيعمل كده. اذا ما كنتش انت هتساله او هتيجي عند الحته دي وتعرف ان الحته دي اهم حاجه بالنسبه للعميل، فلازم ان انت توفرها رقم واحد للعميل، خلاص مش هيقولها لك. لو انت بقى عايز تعرف ايه اهم الامور اللي انت تتعامل بيها في مجال التسويق العقاري عشان تحسن شغلك وتحسن نتائجك وتوصل لافضل نتيجه، ممكن ان انت تشترك في دبلومه انا وسيط لتعليم التسويق العقاري اللي بتمر معاك بكل مراحل العمليه البيعيه، من بدايه تخطيطك اصلا ان انت تشتغل في مجال التسويق العقاري لحد الريفيو اللي انت بتاخده من عملائك والعميل انه بيتعامل معاك مره واثنين وثلاثه. الدبلومه دي احنا كمان بنقدم معاها جلسه 1-1 ومتابعه شخصيه مده 3 شهور. بنقدم معاها اكتر من حاجه حاليا في الفتره دي. ممكن بعد كده نقلل جزء من الكلام ده، لكن احنا في الاول حاطين اكتر من حاجه في عرض ممتاز جدا لدبلومه انا وسيط. لو انت مهتم تواصل معانا على الواتساب وان شاء الله يعجبك وتستفيد جدا بدبلومه انا وسيط. لو عجبك المحتوى بتاع الفيديو ده اعمل لنا لايك وشير وتعليق عشان يشجعنا اكتر، وكمان اكتبوا لنا المواضيع اللي انتوا يهمكم ان احنا نشرحها لكم في الفيديوهات اللي جايه. كان معكم احمد ابراهيم، قناه انا وسيط لتعليم التسويق العقاري. شكرا.